تشتريش الراوتر ده، ابعد عنه خالص. طب ليه؟ طب ماله؟ الراوتر ده خرافة، سرعة عالية جدا. راوتر وي الهوائي الجديد ال 5G من أجهزة الوي اير. سرعة الراوتر ده 3600 ميجا، الابلود بتاعه 500 ميجا، بيدعم خاصية ال5 جيجا هرتز، وبيدعم واي فاي 6، واللي سرعته بتصل إلى 3000 ميجا. يعني حاجة كده خرافة، سرعة صاروخية. تعالوا نشوف بقى الراوتر بتاعنا. دي كده الكرتونة بتاعتنا، ده طبعا شهادة الضمان، ده طبعا شكل الراوتر بتاعنا، راوتر وي الهوائي ال 5G. حاجة كده خرافة، حاجة شياكة وأناقة، وسرعة عالية جدا، سرعة ال 5G. هنا طبعا مكان فتحة الباور وفتحة اللان. الراوتر ده له فتحتين لان، او بمعنى اصح وان ولان، وده اللي بيخليك تقدر تستخدمه كاكسس بوينت. يعني تقدر تحط هنا كابل الوان اللي هو الكابل اللي خارج من الراوتر العادي، وتقدر تخليه يرسل لك واي فاي، ده في حالة عدم استخدامه وي اير. وطبعا تقدر تاخد من فتحة اللان وتشغل عندك اجهزة الكمبيوتر، سواء بقى كنت مشغله اكسس او مشغله راوتر. ده طبعا الافضل انك تشغله راوتر، مش معقول هتجيب راوتر زي ده وتشغله اكسس بوينت. هنا بقى فتحة الشريحة، زي ما قلنا ان الراوتر ده من اجهزة ال 5G، اجهزة الوي اير، واللي طبعا بيشتغل بشريحة موبايل او بشريحة داتا اللي هي ال 5G. لازم تكون الشريحة 5G، ولازم تكون شريحة داتا. ما ينفعش شريحة الموبايل العادية، ما ينفعش تجيب الشريحة بتاعة الموبايل بتاعتك العادية وتركبها هنا. وما ينفعش تكون برضو شريحة عادية 4G، لازم تكون شريحة 5G. ده مكان بيت الشريحة. تفتح هنا كده وتركب الشريحة بتاعتك اهي في المكان ده. طيب في ايه تاني بقى معانا في الكرتونة؟ الكرتونة الصغيرة ديت كده فيها شوية حاجات، تعالوا نشوف ايه هي. ده كده كابل اللان، زي ما قلنا كده هو في فتحتين، في فتحة منهم اللي هي فتحة اللان ممكن تركب فيها السلك ده وتشغل عندك الكمبيوتر، او تركب السلك ده في فتحة الوان وتخليه يستقبل من راوتر تاني لو هتشغله اكسس بوينت. طبعا ما انصحكش انك تشغله اكسس بوينت. ده طبعا الادابتور، واللي بيمد الراوتر بتاعنا بالتيار الكهربي. شوف حاجة برضو شياكة وأناقة. تمام. هنوصل هنا كابل الباور اهو، هنا الادابتور في فتحة الباور، وكابل اللان توصله في فتحة اللان، والطرف التاني طبعا توصله لجهاز الكمبيوتر لو انت عندك جهاز كمبيوتر. وهنا هتركب شريحة ال 5G وتستمتع بأعلى سرعة. خليك معانا لآخر الفيديو عشان هقولك هتشتري الراوتر ده ولا لأ، وهقولك امتى تقدر تستفيد بخدماته ومميزاته دي كلها. يلا بقى بينا نبتدي إعدادات. طبعا هنا هنتصل بالواي فاي، تكتب الباسورد اللي موجود تحت الراوتر، تضغط على اوكي. كده انا كونكتد على الراوتر. نفتح بقى صفحة الراوتر، وخد بالك من اي بي صفحة الدخول. الاي بي اللي كلنا عارفينه 192.168.1.1، ده سيبك منه خالص. الاي بي اللي هنكتبه هنا 192.168.8.1. بالنسبة بقى للباسورد، خلي بالك برضو من الباسورد. هنا على فكرة كلمة ادمن مكتوبة، انت مش هتكتبها، انت هتكتب الباسورد على طول. طب الباسورد ايه؟ الباسورد ادمن @0
15. لو ضغطت هنا كده هيظهر لك الباسورد admin at 015. تضغط على لوج ان. هنا طبعا هتضغط على next واكسبت، طبعا الاتفاقية بتاعتك. تضغط على اكسبت وبعد كده كونتينيو. طبعا احنا لسه ما وصلناش الشريحة، فطبعا بيقول لي مفيش انترنت. كونتينيو. هنا بقى بيانات الواي فاي، تقدر من هنا تغير الباسورد. ده الباسورد بتاعنا اهو، باسورد الواي فاي، تقدر تغيره زي ما انت عايز. غير الباسورد زي ما انت عايز. طبعا الباسورد بيكون ارقام، حروف، علامات. الحروف بتكون كابيتال وسمول. هنا بقى باسورد الراوتر نفسه، هنا لازم تكتب باسورد جديد للراوتر. لو ضغطت هنا على هنا كده شوف ما قبلش ان هو يكمل، لازم تكتب باسورد. الباسورد خد بالك لازم يكون ارقام وحروف وعلامات زي ما كتبنا في الاول كده admin at 015. فبرضه ارقام وحروف وعلامات. بتكتب الباسورد بتاعك. هشوف مهما هنكتبه مش هيقبله غير لما نكتب حروف وعلامات، على الاقل علامة واحدة وارقام. كده قبله نيكست ودخلنا على صفحة الراوتر. تعالوا كده نشوف يا ترى في امكانيات بقى ايه. مثلا في الواي فاي عندك هنا 2.4 وعندك 5 جيجا هرتز. طبعا لو موبايلك ما فيهوش 5 جيجا هرتز يبقى على طول ما تشتريش الراوتر ده. تمام، يبقى لازم تستفيد بخاصية ال5 جيجا هرتز. ما هو مش معقول هتجيب راوتر ب 2500 جنيه. بالمناسبة الراوتر ده يا جماعة سعره 2500 جنيه، ودي اللي تخليك تفكر مليون مرة قبل ما تشتريه. يا ترى موبايلي هيتوافق مع راوتر زي ده ولا لا؟ الراوتر ده فيه خاصية الواي فاي 6، فلو الموبايل بتاعك ما فيهوش خاصية الواي فاي 6 فبرضه ما تشتريش الراوتر ده. والاهم من ده كله بقى ان الراوتر ده يا جماعة 5G، فلو المنطقة بتاعتك ما فيهاش 5G يبقى على طول ما تشتريش الراوتر ده مطلقا. طب انا هعرف منين؟ هتفتح بيانات الهاتف على الموبايل بتاعك وتشوف هيلقط معاك 4G ولا 5G. لقط 4G يبقى خلاص بلاش تشتريه، لقط 5G اشتريه وانت مطمن. يبقى دي الحاجات الأساسية اللي علشان تشتري راوتر زي ده لازم تكون موجودة عندك: خاصية ال5 جيجا هرتز، خاصية الواي فاي 6، ويكون في 5G في منطقتك. دي طبعا هنا في كمان خاصية الماك فلتر ديت موجودة في الراوتر يا جماعة. طبعا مش معقول راوتر زي ده بالامكانيات دي كلها وبالسرعة العالية دي كلها وتسيب حد غريب يدخل معاك على الواي فاي. فالافضل طبعا انك تفعل خاصية الماك فلتر وتضيف الماكات بتاعتك. يلا حضر نفسك بموبايل 5 جيجا هرتز واي فاي 6، وطبعا ما تنساش لازم يكون عندك في منطقتك ال 5G. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. متنسوش الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك محمد موسى مستر تكنولوجي ومستر تك. وطبعا بنرحب بأي سؤال أو استفسار سيبهولي أسفل الفيديو، بحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.